عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وصلكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم النهير ديالنا. غادي نشارك معكم اشنو غادي نوجدو لكوتي. خليكم مع الفيديو، ما تنساوناش من التشجيعات ديالكم. بالنسبه للكوتي ديال البنات غادي نشارك معكم واحد الكيكه. انا خديت واحد 3 الحبات ديال البيض، وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وعندي دانون بنكهه الفاني، وجوج كاكاو الوزن 7 غرام، وخديت واحد 3 ديال الخمارات، وواحد الحامضه اللي غادي ناخذ ديال القشور ديالها والدقيق. غادي نبدا اول حاجه، غادي نبدا بها ديال البيض، كاس ديال السكر، غادي نضيف ليه قبيصه ديال الملحه، وغادي نخدم بالطراب اليدوي. وهنا خديت واحد الحامضه اللي غسلتها، وغادي نحك القشور ديالها. وهنا كنضيف واحد الكاس ديال الزيت اللي ما عامرش كما كتشوفوا. نضيف عليه دانون ديال الفاني، وغادي نضيف عليه واحد 2 معالق ديال الماء عادي من الروبيني. وهنا كنبدا نزيد في الطحين بشويه بشويه. انا غربت الطحين قبل. نضيف الخمارات على هذا الشكل هانتوما. وهنايا الكيكه ديالي ها هي واجده هانتوما كيولك. وانا خديت واحد المول اللي دهنته بالزيت ورشيت القاع ديالو بكاكاو هانتوما. تقدروا تعوضوه بالطحين. وهنا غادي نبدا نصب فيها الخليط ديالنا. وهنايا البنات كنحركهم مزيان بهذا الشكل باش ما يجوش لينا فيه حفيرات وما يجيش مثقب من التحت على هذا الشكل. وغادي ندخلو الفران اللي سخنته قبل. غادي ندوز نوجد معاكم الملوي اولا المخمر. انا خديت واحد 3 ونص ديال الدقيق الفورص، وزلافه ديال الدقيق الحرش، وهنا عندي زلافه ديال القمح، وخديت انا واحد المعلقه ديال سكر سنيده. غادي نضيف واحد المعلقه ممسوحه ديال الخميره الخبز كما كتشوفوا، وغنضيف شويه ديال الملحه والماء باش غادي نعجن. العجينه كتكون خفيفه ما تكونش قاصحه بزاف. نتوما انا خديت واحد الكميه من الزبده اللي ذوبتها، خديت تقريبا 3 ديال المعالق وذوبتهم، درتهم في واحد الزلافه اللي غادي نضيف عليها تقريبا. وهنا ضفت عليها واحد المعلقه ديال النشا باش نورقو به، وغادي نخلط كلشي. انا كملت العجينه وخليتها ارتاحت تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ورجعت شكلتها كويرات كما كتشوفوا، حجم كبير هانتوما. وغادي ندوز نبسط معكم العجينه كما كتشوفوا. وهنا غادي نبدا نطلق اول كويره عندي.
وهنايا كنرشها بالخليط ديال الزيت والزبده والنشا كنتوما على هذا الشكل، وكنعاود نرشها بالفينو نتوما. وهنا كنجي الطرف الاول على هذا الشكل في النص نتوما كما واضح في الفيديو. هنا عاوتاني كنرش بالزبده والزيت، وكنجيب نقلب الجهه الاخرى على اختها على هذا الشكل. نتوما نقرب لكم الكاميرا تشوفوا. وهنا كنبدا نطوي بشويه نتوما على هذا الشكل. هي البنات كملت كاع الكميه وغادي ندوز نبدا نطيب. هانتوما الملاوي البنات، نتوما ملوي مخمار. ايه زين عسير اقرب منه. ندير العربيه راه زز علينا شله. وي يمكن شله نعضوا. راني درت شحال؟ شكون من قبل درت 11 وحده وراه كبيره. نتوما البنات المسمن نتوما شو المتبعين ديالنا الخمار كده يا بالنسبه للتزيين ديال هاد الكيكه خديت واحد الكاسرونه اللي غندير فيها 3 كيسان ديال الحليب. غادي نضيف عليها 2 معالق ديال كريمه باتيسير، على هذا الشكل. وغادي نضيف عليها فلو بالنكهه ديال الشوكولاته كما كتشوفوا نتوما. غادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال السكر لان استعملت هنا فلو بدون سكر. وغادي نحرك في البارد كلشي على هذا الشكل. بدات كتعقد لينا وغادي نضيف عليها الشوكولاط الاسود على هذا الشكل. هنا الكيكه هي وجدات كما كتشوفوا على هذا الشكل. وغادي نكب عليها صوص الشوكولاته. وهنا غادي نزينها بحبوبات الشوكولا كما كتشوفوا. هانتوما الكيكه البنات. وهنايا غادي ندوز نقطع معكم طريف. هانتوما البنات راه كتجي هشيشه كما كتشوفوا.
انتما البنات المسيمنات ديالنا وجدوا هانتوما صح حاجه زوين هانتوما. انتما زوينه المتبعين ديالنا. خل اضاءه قليله. التليفون عندنا راه ويان ما كيبينش داكشي واضح. هنا حطينا شويه ديال الفاكهه وبريري ديال الاتاي. نتوما الكيكه ديالي درتها في الثلاجه حتى بردات. نتوما وانا غادي ندوز نقطع معكم طريف اخر. الطريف الاول كله جات كيكه غزاله. نعيطوا لشي ضياف يشربوا معنا كويس ديال اتاي. وهنا غادي نقطع معكم الطرف الثاني. هانتوما صراحه جات زوينه هانتوما وجات هشيشه كما كتشوفوا. جات واعره.